بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحباب الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الحق سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. صدق الله العظيم. بهذه الآية المباركة نبدأ البرنامج ونختتم بها. أحييكم من قناة سلام الإعلامية المباركة. أنا محدثكم أحمد شريف، وأسعد دوما أن ألتقيكم في هذا البرنامج مع اللغة العربية، وهي الحلقة 94 بعد المئة بحمده تعالى. ولا نزال في السيرة العطرة لخليفة المؤمنين أو أمير المؤمنين الثاني، الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. آم، ربما تكون هذه الحلقة الأخيرة أو قبل الأخيرة. سنرى كيف تسير الأمور. وقبل هذا وذاك، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفك أسر المأسورين، ونتضامن للمرة الثانية مع المعتقلين في مدينة جندع من دعاتنا وشيوخنا الأكارم، الأبطال الذين زج بهم العدو والحاكم بأمره في أسمر نهارا جهارا، إلحاقا واستمرارا لسياسة الجور والظلم والقهر التي يمارسها على الشعب الإريتري في وضح النهار. أيها الأحباب الكرام، اليوم نتحدث شخصية عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، كغيره من الصحابة الكرام والمبشرين بالجنة العشرة والخلفاء الراشدين والذين فدوا هذا الإسلام. ولكن تظل شخصية عمر لها مفاتيح مختلفة تماما خاصة به. إنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، والعقاد أجاد إجادة آه، يعني علمية وفكرية ودينية وكذلك فلسفية عندما تحدث في العبقريات. فلنرى عزيزي المشاهد ماذا يقول عن مفتاح، ولكل شخصية طبعا مفاتيحها، وجميل جدا أن نتعرف على المفاتيح الأساسية. هو قال مفتاح شخصيته، وأحسب أنه هناك جملة من المفاتيح لشخصية سيدنا وحبيبنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. يقول في مفتاح شخصيته العقاد عن الخليفة عمر بن الخطاب: مفتاح الشخصية هي الأداة الصغيرة التي تفتح لنا أبوابها وتنفذ بنا وراء أسوارها وجدرانها، وهو كمفتاح البيت في كثير من المشابه والأغراض. فيكون البيت كالحصن المغلق ما لم تكن معك هذه الأداة الصغيرة التي قد تحملها في أصغر جيب، فإذا عالجته بها فلا حصن ولا إغلاق. شيء جميل. وليس مفتاح البيت وصفا له ولا تمثيلا لشكله واتساعه، وكذلك مفتاح الشخصية ليس بوصف ذلك ولا بتمثيل لخصائصها ومزاياها، ولكنه أداة تنفذ بك إلى دخائلها ولا تزيد. ولكل شخصية إنسانية مفتاح يسهل الوصول إليه أو يصعب على حسب اختلاف الشخصيات. وهنا أيضا مقاربة في الشكل والغرض من مفاتيح البيوت. فرب بيت شامخ عليه باب مكين يعالجه مفتاح صغير، ورب بيت ضئيل عليه باب مزعزع يحار فيه كل مفتاح. فليست السهولة والصعوبة هنا معلقتين بالكبر والصغر، ولا بالحسن والدمامة، ولا بالفضيلة والنقيصة. فرب شخصية عظيمة سهلة المفتاح، ورب شخصية هزيلة ومفتاحها خفي أو عسير. وقد يحيرنا الرجل الذي قيل في وصفه مثل ما قيل في ابن عباد: لا تمدحن
ابن عباد، وإن هطلت يداه بالجواد حتى شابه الديما. جمع ديمة وهي السحابة الممطرة. فإنها فإنها خطرات من وساوسه، يعطي ويمنع، لا بخلا ولا كرما. فإننا لا نستطيع أن ننفذ منه إلى مواضع اللوم أو مواضع الثناء، ولا ندري حقا أعلمه من الكرم أم من البخل، ومن الرفعة أم من الخسة، ومن الشجاعة المحمودة أم من الجبن المذموم. وغاية ما ننتهي إليه أن نفض المشكلة بكلمة واحدة، هي الوسواس، وهي حيلة تلجئنا إليها قلة الحيلة، لأن تفسير الأعمال بالوسواس يفيدنا في تقدير صاحبها وتقدير أعماله وأخلاقه، ولكنه تفسير له معنى واحدا في النهاية، وهو ترك التفسير. قد تحيرنا هذه الشخصية المنقوصة، ولا تحيرنا الشخصية الكاملة التي تروعنا بفضائلها ومزاياها، ثم لا نستغرب منها فضيلة أو مزية بالقياس إلى انتظام عملها واتصال أثرها كالشمس الساطعة، تروعنا بإشراقها في أوقاتها وبروجها، ثم لا تحيرنا لمحة عين كما تحيرنا الذبابة الضئيلة، تومض لحظة وتختفي من بعيد. وفي اعتقادنا أن شخصية عمر بن الخطاب رضي الله عنه من أقرب الشخصيات العظيمة مفتاحا لمن يبحث عنه، فليس فيها باب معضل الفتح، وإن اشتملت على أبواب ضخام. وقد ذكرنا في الفصل السابق أن إيمان عمر هو الضابط الذي يسيطر على أخلاقه وأفكاره، كما يسيطر على دوافعه وسوراته. ولكن الذي نريده بمفتاح الشخصية شيء آخر غير معرفة الضابط الذي يسيطر عليها. نريد به السمة التي تميزه بين العظماء حتى في الإيمان وسيطرته على الأخلاق والأفكار والدوافع والثورات. فإن الإيمان ليقوى في نفوس كثيرة، ثم تختلف آياته وشواهده باختلاف تلك النفوس. وهنا نبحث عن مفتاح الشخصية لنعرف به الفارق بين الإيمان في طبيعة عمر وبين الإيمان في طبائع غيره من الأقوياء. والذي نراه أن طبيعة الجندي في صفتها المثلى هي أصدق مفتاح للشخصية العمرية في جملة ما يؤثر أو يروى عن هذا الرجل العظيم. فأهم الخصائص التي تتجمع لطبيعة الجندي في صفتها المثلى الشجاعة والحزم والصراحة والخشونة والغيرة على الشرف والنجدة والنخوة والنظام والطاعة وتقدير الواجب والإيمان بالحق وحب الإنجاز في حدود التبعات أو المسؤوليات. هذه الخصائص قد تجمعت بعد ألوف السنين من تجارب الأمم في تعبئة الجيوش، حتى عرف الناس أخيرا أنها لازمة للجندي في أمثل حالاته، فما من خاصة منها يستغني عنها الجندي الكامل الذي تحلى بأجمل صفاته وألزمها لتحقيق وجوده. فانظر إلى هذه الخصائص جميعها، هل تجدك محتاجا إلى التنقيب طويلا عن واحدة منها في نفس عمر ابن الخطاب؟ قد تجدك محتاجا إلى تأمل أو استقصاء لجمع أشتاتها والاهتداء إلى شواهدها ومواقعها. كل هذه الخصائص عمرية لا شك فيها، فهو الشجاع، الحازم، الصريح، الخشن، المطيع، الغيور على الشرف، السريع النجدة،
المحب للنظام، المؤمن بالواجب والحق، الموكل بالإنجاز، العارف بالتبعات والمسؤوليات. هذه الخصائص واضحة كلها في عمر، وعمر وحده واضح بين أمثاله في جميع هذه الخصائص، حتى ليخيل إلينا لو أن أحدا مولعا بتأليف الألغاز سأل عن عظيم في الإسلام والعروبة متصف بجميع هذه الخصائص على أصدق وأبرز حالاتها، لكان الجواب الواحد عن سؤاله اسم سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. وقد يكون العجب من توافر هذه الخصائص في تفريعاتها الثانوية وأشكالها العارضة أبلغ وأدل على العمق والتأصل من توافر الخصائص الجليلة التي هي بمثابة الأصول الجامعة في طبائع الجنود. فالنظام مثلا ليس بالخلق الأصيل في الجندي الباسل، فقد ينساق إليه بطبعه، وقد يحتاج إلى تعوده وإدمانه حتى يكسبه بطولة أو بطول المرانة. لكن النظام كان خلقا أصيلا في طبيعة عمر، حتى فيما يتفرع عليه ويدخل منه في عداد الأشكال والنوافل. أرأيته وهو يصلي بالناس فلا يكبر حتى يستوي الصفوف ويوكل رجلا بذلك؟ أرأيته وهو يرى الناس يجتمعون بالمسجد في شهر رمضان أوزاعا متفرقين حول كل قارئ فيأمرهم أن يجتمعوا إلى قارئ واحد؟ أرأيته وهو يحمل الدرة لينبه المخالفين، العصاية يعني، في الطريق ويذكرهم هيبة القانون؟ أرأيته وهو يركب في السوق فيكسر ما برز من الدكاكين ويخفق التجار بالدرة إذا تكونوا على الطعام وقطعوا طريق السابلة؟ أرأيته، نعم، أرأيته وهو لا يزال يأمر بالمثاعب والكنف أن تقطع عن طريق المسلمين؟ أرأيته وهو ينهي الولاة أو ينهى الولاة عن الاتكاء في مجالس الحكم ويكتب إلى عمرو بن العاص: سيدنا عمرو، وقع إلي أنك تتكئ في مجلسك، فإذا جلست فكن كسائر الناس ولا تتكئ. بل أرأيته وهو يرعى المراتب فينزل درجة من سلالم المنبر بعد أبي بكر، لأن الخليفة الأول أحق منه بالتقديم. ذلك هو السمة العسكري بالفطرة التي فطر عليها، وليست هي السمة العسكرية بالأسوة والتعليم. وبالفطرة عزيز المشاهد التي فطر عليها كان يحب ما يحسن بن جندي في بدنه وطعامه، ويكره ما ليس بالمستحسن فيه، فكان يقول: إياكم والسمن فإنها عقلة. وكان يقول: إياكم والبطن فإنها مكسلة عن الصلاة ومفسدة للجسم ومؤدية إلى السقم، وعليكم بالقصد في قوتكم فهو أبعد من السرف وأصح للبدن وأقوى على العبادة. وكان يأمر بالجد ويحذر من المهازل، لأن من كثر ضحكه قلت هيبته، ومن كثر سقطه قل ورعه. وكان يمشي شديد الوطء على الأرض جهوري الصوت، كان يمشي الجنود وكما يتكلمون. وكان يأمر بتعلم الرماية والسباحة والفروسية والمصارعة وكل رياضة يتدرب عليها الجندي وتتهذب بها الأبدان والأخلاق.
وإذا ارتقينا من هذا إلى النظام الأشمل والتقسيم الأعم الأكمل، فهناك عمر ابن الخطاب الذي دون الدواوين وأحصى كل نفس في الدولة الإسلامية كأدق إحصاء وعاه الموكلون بالتجنيد في العالم الحديث. فما من رجل أو امرأة أو طفل إلا عرف اسمه وعرف مكانه وعرفت حصته من بيت مال المسلمين، وما من مجاهد إلا عرفت له رتبته من السبق والتقديم على حسب المراتب التي يمتاز بها الجنود. فالحاضرون في الحديبية يأتون بعدهم في التقديم، والذين اشتركوا في حرب الردة يأتون بعد هؤلاء وهؤلاء، والذين حاربوا في معارك الروم والفرس ومعهم أبناء الغزاة في بدر يلحقون بمراتب هؤلاء المتقدمين، وقس على ذلك ما يليه من سائر المراتب في حقوق التقديم والتقسيم. أيها المشاهدون الكرام، لازلتم مع قناة سلام الإعلامية المباركة وحلقة جديدة في برنامج مع اللغة العربية، ونقلب سيرة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه في قراءة من كتاب العبقريات للكاتب الشاعر الفيلسوف الحكيم الأستاذ عباس محمود العقاد رحمهم الله جميعا. يقول العقاد: ثم هناك عمر بن الخطاب الذي عشر الجنود، أي جعلهم عشرات ثم قسمهم إلى كتائب وبنود. وهناك عمر ابن الخطاب رضي الله عنه الذي لم يدبر قط تدبيرا كبيرا أو صغيرا في شؤون الدولة إلا بنظام لا يختل أو على أساس لا يحيد، وقد كانت له طريقة الجند في التصريف السريع الذي ينفذ إلى الغرض من أقرب الطريق. فلما تشاور المسلمون ماذا يصنعون بسهيل ابن عمرو خطيب المشركين يومئذ وأقدر الحائضين منهم في الإسلام، قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا رسول الله، أنزع ثنيته السفلتين فلا يقوم عليك خطيبا أبدا. وكان سهيل أعلم، أي مشقوق الشفة السفلى، فإذا نزعت ثنيتاه فقد عجز عن الخطابة من غير ما حاجة إلى عهد أو تحذير أو شغل شاغل بإسكاته والرد عليه. والقضاء عزيز المشاهد لم يكن من لوازم الطبيعة الجندية، وإن تولاه القادة والجند في أيام الفتن والأيام التي تقام فيها الدولة الناشئة والنظم الجديدة. ولكن كم من قضية لعمر بن الخطاب تذكرنا بالقضاء العسكري الذي يمنع الضرر من أقرب الطرق ويحمي الأكثرين بالحد من حقوق الأقليين. هتفت امرأة باسم نصر بن حجاج وتمنت أن تشرب الخمر وتلقاه، فأرسل إليه فإذا هو أحسن الناس شعرا وأصبحهم وجها، فأمره أن يجم شعره، يجم بمعنى يقصره، فظهر جبينه ووجنتاه فازداد حسنا. ثم أمره أن يعمل عمامة، فزادته العمامة زينة وغواية، فقال: لا يسكن معنا رجل تهتف به العواتق. والعواتق جمع عاتق وهي الشابة الصغيرة، يعني لا يسكن معنا رجل تهتف به العواتق في خدورها في بيوتها. وزوده بمال وأرسله إلى البصرة ليعمل في تجارة تشغله عن النساء وتشغل النساء عنه. وفي القضية جور على
نصر بن حجاج لا جدال فيه، ولكن في سبيل مصلحة أكبر وأبقى، أو في سبيل مصلحة يرعاها الحكم العسكري في أزمنة كزمان عمر، ويقضي فيها بما هو أعجب من إقصاء نصر بن حجاج، يرعاها أحيانا بمنع الإقامة بمكان، ومنع المرور من طريق، وتحريم تجارة لا حرام فيها، ومراقبة إنسان يخشى أن يقود إلى جريمة، وتقييد السهر بعد موعد من الليل. ولسنا نقول إن هذا الحكم في قضية نصر بن حجاج كان حكما لزاما لا محيص عنه ولا مأخذ عليه، ولكننا نقول إنه حكم فيه تلك الصبغة العمرية التي سميناها مفتاح شخصيته، وهي المقصودة بما نكتبه الآن، أي بما يتبع. يقول العقاد في شخصية الخليفة عمر بن الخطاب، أو في مفتاح شخصيته: وقد كان له، أي لعمر، في قضائه ذلك الحزم الذي يقطع اللجاجة، وينهض بالحجة على كل ذي خلاف كلما اشتجر، أي اشتجر الخلاف. كتب إليه أبو عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه وأرضاه من دمشق أن عمرو ابن عمرو ابن معدي كرب وأبا جندل وضرارا وجماعة من علية القوم والوجوه شربوا الخمر وسألوا فأجابوا: إننا خيرنا فاخترنا. قال: فهل أنتم منتهون؟ ولم يعزم. وكأن أبا عبيدة تحرج من عقاب هؤلاء العلية، فرفع أمرهم إلى الخليفة يستفتيه، فلم يلبث البريد أن بلغ المدينة عاصمة الدولة الإسلامية، حتى عاد إليه يأمره أن يدعوهم على رؤوس الأشهاد، ويسألهم سؤالا لا يزيد عليه ولا ينقص منه: أحلال الخمر أم حرام؟ فإن قالوا حرام فليجلدهم، وإن قالوا حلال فليضرب أعناقهم. فقالوا: بل حرام، فجلدوا وتابوا. حكمة. وربما تجمع للرجل كل ما في طبيعة الجندي من الخصائص، وبقيت محبوسة فيه لا يدري بها الناس إلا أن يأتي بعمل ينم عليها، فيدين نفسه بطبيعة تلك، أي بطبيعته تلك، ولا يدين غيره بها، ويكون مطبوعا على أن يطيع، ولا يكون مطبوعا على أن يطاع. فإذا جاءته طاعة المطيعين له فإنما تجيئه من سلطان النظام وحكم الشرع وغلبة العادات، لأن الشجاعة مثلا لا تلازم الهيبة في كل حال، فقد يكون الشجاع مهيبا ويكون غير مهيب أحيانا، ممن تقتحمهم الأنظار ويجترئ عليهم المستخفون. أما عمر بن الخطاب فقد كانت له طبيعة الجندي ظاهرة وباطنة، تبادر القلوب كما تبادر الأنظار، وتلازمه كأنها عضو من أعضائه، فلا يجترئ عليه مجترئ إلا أن يطمعه هو، ويسهو عن نفسه لحظة ليغريه بالاجتراء. وهو في موقف الأمر مخيف من لا يخاف، ويجفل منها من يحتمي بجاه أو كبرياء. شكى إليه رجل من بني مخزوم أبا سفيان لظلمه إياه في حد كان بينهما، فدعا بأبي سفيان والمخزومي، وذهبوا إلى المكان الذي تنازعاه. ونظر عمر فعرف صدق الشكوى، ونادى بأبي سفيان: خذ يا أبا سفيان هذا الحجر من هنا فضعه هناك. فأبى وتردد، فعلاه بالدرة وهو يقول: خذه فضعه ها هنا، فإنك ما علمت قديم الظلم. فأخذ أبو سفيان الحجر
ووضعه حيث قال. ولو غير عمر أمره هذا الأمر لاستكبر أن يطيع، أو شنها عليه شعواء لا تؤمن جريرتها. كان يوما في مجلس عمر وزياد ابن سمية يتكلم، وهو يومئذ شاب، فأحسن كعادته في مجال الخطابة والمشورة، فأعجب به عمر وهتف به: لله هذا الغلام، لو كان قرشيا لساق العرب بعصاه. وكان علي بن أبي طالب إلى جانب أبي سفيان، فمال إليه هذا وهمس في أذنه كلاما فحواه أنه يعرف من أبو ذلك الغلام من قريش. قال علي: فمن؟ قال: أنا. قال: فما يمنعك من استلحاقه؟ فهمس له: أخاف هذا الجالس أن يخرق علي إيهابي. وخليق بمثل هذا الرجل أن لا يكون له شعار غير شعار الجند، حيث كانوا الأمر هو الأمر والطاعة هي الطاعة. عزيزي المشاهد، وخليق بالناس أن يفهموا ذلك عنه بغير بيان، لا سيما إذا فهموا قبل ذلك أنه متى وجبت الطاعة كان هو أول من يطيع. ذلك هو الجندي المطبوع، جندي من جنود الله في معترك الحق والإيمان. وإذا استوفينا المثل إلى أقصاه، فالقانون المطاع هو القرآن الكريم، والقائد الأعلى هو النبي الذي يوحى إليه، وليس أحد بعد ذلك أكبر من أن يطيع. يأمر الله فالطاعة واجب لا هوادة فيه، ويأمر القائد الأعلى فقد يراجعه من دونه، ويرتفعان معا إلى القانون، لأن الطاعة لا تمنع المراجعة والمشاورة، ولكنها تمنع التمرد على القائد الأعلى وإنكار سلطانه حينما استقر على قرار. فإن رجع القائد عن أمره فإن رجع القائد عن أمره فحسن، والمراجعة إذن خير لا ضرر فيه، وإذا مضى في أمره فلا خلاف إذن فيما يجب. فالرجل يجب إذن واحد، وهو أن يطاع. كذلك راجع عمر النبي في مسائل شتى، فأخذ النبي برأيه في بعض هذه المسائل وخالفه في بعضها، فلم تكن طاعته فيما خولف فيه أقل ولا أضعف مما وفق عليه. وكذلك راجع الخليفة أبا بكر في كبريات المسائل وصغارها، فكان أبو بكر يتوب إلى رأيه كثيرا، ويصر على ما بدا له إذا رأى الحسنى في الإصرار، فيطيع عمر أمره بعد ذلك كأنه لم يكن خلاف. وإذا امتنعت المراجعة فليس الرجل عند ذلك بواه عن احتمال التبعة وتصريف الرأي والاطلاع بأعباء الموقف كيف كان. اشتد المرض بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، فقال: ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده. قال عمر: إن النبي صلى الله عليه وسلم غلبه الوجع، وعندنا كتاب الله حسبنا، عندنا كتاب الله حسبنا، عندنا القانون الأعلى. أما القائد الأعلى فهو في مرضه بحال لا تستحب معها المراجعة، وهو مع ذلك لم يصر على أمره، ولم يعاود طلب الورقة للكتابة، وإنما قال حين كثر اللغط بين الصحابة: قوموا عني ولا ينبغي عندي التنازع. ثم عاش عليه السلام أياما ولم يذكر الكتاب. فالرجل يطيع إذا استقام الأمر واستقرت التبعة، وكان يراجع إذا اتسع مجال المراجعة، فإن لم يكن هذا ولا ذاك فهو ضليع بالتبعة التي توجبها عليه نفسه، وقمين أن يذهب إليها ولا ينكل عنها. وتلك
سنة جرى عليها عمر عن علم وقصد، ولم يجر عليها عن بداهة وإلهام وكفى. وأشار إليها في كلامه غير مرة فقال في خطبة من خطبه ما فحواه: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكنت عبده وخادمه وجلوازه، وكان كما قال الله تعالى: بالمؤمنين رؤوف رحيم. وكنت بين يديه كالسيف المسلول، إلا أن يغمدني أو ينهاني عن أمر فأكف عنه، وإلا أقدمت على الناس لما كان أمره. فهو جلواز النبي وسيفه المسلول كما وصف نفسه، وهو على أقوى مثال للجندي الفاضل العظيم العليم بموقع الطاعة وموقع المراجعة وموقع المشاورة، وهو من التبعة حيثما لا مهرب منها، وتلك هي الجندية في صورتها المثلى. وما نحسبه كان يراجع ويشاور إلا لغرض واحد، وهو الوصول إلى الأمر الذي يحمل التبعة فيه. فإذا أعفى نفسه من التبعة بمراجعة رؤسائه، وأعفى نفسه من التبعة بمشاورة مرؤوسيه، فقد عرف كيف ينبغي أن يطيع، وعرف كيف ينبغي أن يطاع، وعرف ما يتوقع، ما يتوق كل جندي أن يعرفه حين يأمر أو يؤمر وحين يأمر، وهو توضيح لما يطلب منه ولا يطلب من غيره، وتقرير مكان التبعات حين تقسم التبعات. ولقد كانت هذه، أي كانت له مخالفات ليس من قبيل المراجعة ولا المشاورة التي تعمل فيها الرؤية عملها أو تختلف مذاهب الآراء فيها. كانت هذه أيضا من مخالفات الجندي التي يندفع إليها كلما غلبته الحماسة وثارت به الحمية. فقد كان يوم أحد جاء أبو سفيان ينادي على مسمع من المسلمين: أفيكم محمد؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجيبوه. فعاد ينادي مرتين أبو سفيان عندما كان في الجاهلية: أفيكم محمد؟ فلم يجيبوه. فسأل ثلاثا: أفيكم ابن أبي قحافة؟ فسكتوا. ثم سأل: أفيكم ابن الخطاب؟ وكررها ثلاثا. فلما لم يسمع جوابا قال لقومه: أما هؤلاء فقد كفيتموهم. كثير على عمر أن يحتوي صبره في هذا الموقف أكثر مما احتواه. فما قالها أبو سفيان حين صاح من مكانه: كفرت يا عدو الله، ها هو ذا رسول الله وأبو بكر، وأنا أحياء ولك منا يوم سوء. هذه مخالفة لا مراجعة فيها ولا مشاورة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم: لا تجيبوا. لكنها من مخالفات الجند، ولهم ولا شك مخالفات كما لهم طاعات. نعم، كانت لهم مخالفات وطاعاتهم، أي كانت لهم مخالفاتهم وطاعاتهم، وكانت لهم كذلك فكاهاتهم وأهواؤهم التي هي أخص من سائر الفكاهات والأهواء. فكانت تعجبه الفكاهة التي توحي إليه معنى مضحكا فيه صراحة وخشونة، ومنها الفكاهة التي نسميها اليوم بالنكات العملية. فرغ رسول الله يوما من بيعة الرجال وأخذ في بيعة النساء، فاجتمع إليه نساء من قريش، فيهن هند بنت عتبة متنقبة متنكرة، وهند بنت عتبة زوج أبي سفيان، وهي التي مثلت بجثة حمزة
بعد أن قتل في أحد. قتله وحش طبعا قبل أن يسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني حزن كثيرا لوفاة عمه حمزة. فبعد أن أسلم، هذا على هامش الحديث عن من الكاتب الجميل العزيز العقاد، فتقول الأثار النبوية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحاشى رؤية وحش. يتحاشى يعني ما كان يعمل عليه عنصرية وهكذا، لكنه لا يبحث عنه ولا ينام، وإذا صادفه يتوارى منه، لأنه لا يريد أن يثأر لعمه، لأنه دخل في الإسلام والإسلام يجب ما قبله. ولكن في نفسه كبشر كانت طبعا. وحمزة يعني أسد الله يعني. وبعدين برضو هندي دي ما أسلمت يعني، وقابلت بلاء حسن يعني، كان لها دور كبير في فتح الشام يعني، وكانت مع الجند يعني. فنرجع إلى قصة هند. كانت متنقبة متنكرة لما كان من صنيعها بحمزة رضي الله عنه وأرضاه، فهي تخاف أن يأخذها رسول الله بصنيعتها. فلما دنون منه النساء ليبايعنه، قال عليه السلام: تبايعنني على ألا تشركن بالله شيئا، على ألا تشركن بالله شيئا. قالت هند: والله إنك لتأخذ أمرا ما تأخذه على الرجال، وسنؤتيك، سنلتزم. قال: ولا تسرقنا. قالت: والله إن كنت لأصيب من مال أبي سفيان الهنة والهنة، وما أدري أكان ذلك حلالا لي أم حرام. قال أبو سفيان وكان شاهدا: أما ما أصبت فيما مضى فأنت منه في حل. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإنك لهند بنت عتبة. قالت: أنا هند بنت عتبة، فاعف عما سلف، عفى الله عنك. فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أخذ البيعة، وعاد يقول: ولا تزنين. قالت: يا رسول الله، وهل تزني الحرة؟ شوف، شوف الجاهلية دي كان فيها مثل كيف يعني. وهل تزني الحرة؟ قال: ولا تقتلن أولادكن. قالت: قد ربيناهم صغارا وقتلتهم يوم بدر كبارا، فأنت وهم أعلم. فضحك عمر بن الخطاب حتى استغرب، بمعنى استغرب في الضحك، بالغ فيه. وكان قليل الإغراب في الضحك، يعني الخليفة عمر ما كان يضحك كثير يعني. فإن استغرب ضاحكا بين حين وآخر، فإنما يضحكه مثل هذه الفكاهة. طبعا يعني من الحكمة، يعني هند ذاتها فيها شوية جاهلية، ما هي داخلة في الإسلام جديدة يعني. فولا تقتلن أولادكن، يعني تذكره بالعهد الذي مضى. والعهد الذي مضى إذا ذكرته سيتذكر حمزة وخيرة الصحابة الذين راحوا في غزوة أحد، وفي غيرها برضو من من الصحابة الأجلاء. فليس من الحكمة، عشان كذا ضحك الخليفة عمر قال: المرة دي مالة يعني. صحابية طبعا، هي برضو صحابية جليلة يعني، شهادة المصطفى صلى الله عليه وسلم وبايعته يعني. لكنه يعني عموما. وعلى هذا النحو فكاهته مع خادمه أسلم وابنه عاصم. دخل عليهما وهما يغنيان غناء يشبه الحداء، يعني ترانيم يعني. الحداء يعني القافلة وهي ماشية الناس يترنموا بها، لا لا لا، يعني ترفه يعني. فوقف يستمع ويستعيد، وشجعهما إصغاؤه
واستعادته فسألاه. عمر أصلا ما يكون في عمر في طريق الشيطان، ده ما موجود يعني. سألاه: أينا أحسن صنعة؟ قال: مثلكما كمثل الحمار العبادي. سئل: أيهما شر؟ فقال: هذا ثم هذا. من فكاهته القوية تلك المزحة المرعبة التي أطار بها لب الحطيئة ليكف عن هجاء الناس. الحطيئة كان رجلا هجاء، ف ليكف يعني حذره، فدعا بكرسي وجلس عليه خليفة عمر، ودعا بالحطيئة فأجلسه بين يديه، ودعا بأشفى أي مثقب وشفرة يوهمه على يوهمه أن سيقطع لسانه. فضج الحطيئة وتشفع الحاضرون فيه، ولم يطلقه حتى أخذ عليه عهدا لا يهجون أحدا بعدها، واشترى منه أعراض المسلمين ب3,000 درهم، فما هجا أحدا بعدها وعمر بقيد الحياة. عزيزي المشاهد، تلك أمثلة من فكاهته الخشنة التي تعهد في طبيعة الجندي التي تعهد في طبيعة الجندي، وهي فكاهة لا يطمع منه في غيرها. عزيزي المشاهد، سأتوقف هنا قليلا ونعود إليكم في هذه الحلقة من برنامج مع اللغة العربية. كونوا معنا أيها المشاهدون الكرام.